أول تعليق من محمد أبو تريكة بعد فوز الأهلي على الزمالك في السوبر المصري: لن تصدق ماذا قال. يوجه رسالة قوية جدا لشيكابالا، وكمان بيوجه رسالة للعيبة النادي الأهلي وكهربا قبل مباراة العين الإماراتي في الإنتر كونتيننتال. في البداية مننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. علق النجم المصري محمد أبو تريكة على فوز الأهلي على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح اللي كان في الإمارات، وأدلى بتصريحات صحفية خاصة نقلتها الإذاعة القطرية منذ قليل فاجأ بها الجميع. محمد أبو تريكة قال في تصريحاته: أنا النهاردة الدنيا مش سيعاني بعد ما الأهلي فاز، والله لما وصلنا ركلات ترجيح حطيت إيدي على قلبي، ما كنتش متخيل أبدا إن الأهلي ممكن يخسر من الزمالك للمرة التانية ويضحي بتاني بطولة في خلال أقل من شهر، لكن أنا الحمد لله رأيت من الأهلي جهد كبير جدا من اللعيبة داخل الملعب في الشوط الأول، والتوفيق كان دايما معاهم، بس يمكن معرفوش يحطوا أهداف، بس في النهاية المباراة حسمت ليهم. وموضوع شيكابالا اللي كان رايح يحفل، طب مش لما تجيب الجون الأول بعد كده تفكر في اللقطة؟ عيب قوي، انت يعني نجم كبير في الكورة، ازاي تعمل كده؟ والله يا جماعة التحكيم كان كويس جدا، وانا سألت كذا واحد من خبراء التحكيم عن الغاء هدف الزمالك بتاع الجزيري اللي قالوا عليه ظلم وانه ما كانش تسلل. كذا حد من خبراء التحكيم اكد لي انه تسلل واضح جدا جدا، وان المباراة فعلا كانت ماشية بطريقة جيدة، وان ما كانش فيه اي داعي ايضا لطرد اكرم توفيق. طبعا هو ما تمش طرده، ولكن بعض الزملكاوية اللي بيقولوا انه كان لازم ينطرد، وكلامهم ان كان ليهم ركلة جزاء. كل ده محدش بيقع كل شوية ويقول عايز ركلة جزاء. أنا سألت علشان أشوف فعلا الزمالك مظلوم ولا لأ، لقيت إن الزمالك كان عايز يكسب علشان فقط يحفل على الأهلي، مش علشان عايز يحصد بطولات كتيرة أو يبقى عنده رصيد كبير. أنا بقول للأهلي ركز قوي في المباراة الجاية مع العين الإماراتي، لازم نواصل سلسلة كبيرة من الانتصارات. وبقول لكهربا المرة دي سامحوك، لازم تركز ايضا في الملعب وتأكد للجميع ان انت قد المسؤولية، وان انت بين اركان النادي الاهلي، يعني لازم تحافظ قوي على شكلك وعلى لسانك وعلى ادائك. ده اللي اتعلمناه في مبادئ النادي الاهلي. مباراة العين الاماراتي هتكون على صفيح ساخن بين الفرقتين، بس انتوا ليكوا الافضلية يا اهلاوية، عندكم جمهور يسد عين الشمس موجود، ومش بس كده وبتلعبوا على ارضكم، فالمباراة دي إن شاء الله على طول نكسبها خلال ال90 دقيقة الأولى.